السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تنظيم منتدى تعليمي في حمل ماله. دعوة في مديرية هيكوتا لأصحاب البساتين للتركيز على تنمية الفاكهة. المتسابق هينوك مولو برهان يحتل المركز الثالث في المرحلة الثالثة بجولة رواندا. في الأنباء العالمية، أمريكا والسعودية تبحثان الأوضاع في المنطقة. إعلان توافق بين روسيا وإيران بشأن مختلف القضايا. اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب في إقليم كازامانس السنغالي. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. نظم في مديرية حمل مالو في 24 من فبراير منتدى تعليمي تحت الشعار لنجتهد للارتقاء بجودة التعليم. وأوضحت مديرة المديرية السيدة آمنة الحاج أن النقاشات التي جرت على مستوى القرية بيّنت القضايا التي تؤثر سلبا على جودة وكفاءة التعليم، وتأتي أهمية المنتدى لاتخاذ خطوات عملية. وقال مدير الخدمات التعليمية الأستاذ جابر إبراهيم إن أعداد الطلاب في تزايد، كما أن مشاركة المرأة في التعليم جيدة، موضحا بأن المنتدى تم تنظيمه لتحسين الكفاءة بشكل عام وبحث تدني النتائج في الامتحانات الوطنية للصفين 8 و18 بشكل خاص. وتم في المناسبة عرض نتائج السنوات الخمسة الماضية على مستوى المديرية وتحديد المشاكل وإيجاد الحلول لها. وأصدر المنتدى توصيات بعد النقاشات حول مؤهلات المعلمين واستعداد الطلاب ومرافق التعلم وطرق التدريس والمراقبة المناسبة لأولياء الأمور والمجتمع، تعليمات للدفع بتجميع القرى وبدء الأطفال في السن المناسب والحد من التأخير وتقوية لجان أولياء الأمور. وقال مسؤول التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند مريم إن نتائج المنتدى ستلعب دورا إرشاديا في المستقبل. كما دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تسفات يونغرماي المعلمين إلى لعب دور رئيسي في تعزيز التعليم. توجد 42 مدرسة تقدم خدمات منتظمة من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية في مديرية حمل ماله. تم دعوة أصحاب البساتين في مديرية هيكوتا على التركيز في تنمية الفاكهة إلى جانب الخضروات. ودعا مدير المديرية السيد الشيخ الدين صالح أصحاب البساتين في لقائه بهم في مدينة ألبو في 23 من فبراير على العمل في تنمية الفواكه، نظرا إلى ميولهم في تنمية الخضروات التي تعتبر موسمية، مشيدا بمساهمة المزارعين في تلبية احتياجات الأسواق. وحث مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد هينوك تزجاي المزارعين على زيادة مساهماتهم من خلال زراعة المحاصيل مثل البرتقال والليمون والمانجو والبذور الزيتية، وإدخال طرق الري الحديثة واستخدام الأسمدة الطبيعية وتجنب استخدام المبيدات الحشرية والأمراض الحيوانية غير المثبتة. ودعاهم إلى اتباع النصائح المهنية التي تقدم لهم عبر المختصين وتشكيل جمعية لزيادة الإنتاجية الزراعية والتسويق لمنتجاتهم. وأشار المشاركون إلى أهمية اللقاء واقترحوا أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير بذور مختارة مناسبة لبيئتهم وتعزيز المشورة المهنية وتنفيذ تقنيات توليد الدخل الطبيعي. تم تخريج 70 امرأة من دورة في الأزياء والخياطة في 25 من فبراير بمدينة مندفرة. وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة خياطة الملابس العسكرية العقيد سراج محمد في كلمته، أوضح أن هدف هذه الدورة هو تأهيل المرأة التي تتحمل مسؤولية إعالة أسرتها بمهن تمكنها من ضمان فرصة عمل وكسب دخل اقتصادي. وأشار إلى أنه تم تقديم تدريب مماثل في وقت سابق في بارونتو، هو جزء من البرنامج الوطني لتحسين معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنتاجية على مستوى البلاد. وأضاف مسؤول قسم تعليم الأزياء بالمؤسسة الرائد محمد عبد الوهاب أن التدريب تضمن تقنيات واستخدام ماكينات الخياطة وتصميم وخياطة الملابس وخصائص الأقمشة المختلفة، مشيدا بالدعم الذي قدمته إدارة الإقليم الجنوبي وفروعه.
وحث حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاتيون في الختام المتدربين على الاستفادة من الدروس مع تطور مهنة الأزياء من خلال الجهد المستمر والمهارة واكتساب الخبرات. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بمديرية صنعاء سيمينارات توعوية بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة في 24 و25 من فبراير الجاري. وقدمت مسؤولة المكتب السيدة أفراح علي في المحاضرات التي ألقيت للأمهات والموظفين والطلاب عرضا شاملا عن النضال الإريتري والدور الهام للمرأة الإريترية، وأشارت إلى أهمية التعليم في التنمية، وشددت على ضرورة استفادة المرأة من الفرص التعليمية المتاحة لها لاكتساب المهارات والمساهمة الفعالة في عملية مكافحة من أجل القضاء على الممارسات الضارة التي تعيق بالمرأة. وحث مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالمديرية السيد تخلم برهتو على تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية في البرامج لضمان وجود امرأة متمكنة، لأن مستوى الوعي بالمشاركة المتساوية للمرأة ليس بالأمر السهل. واقترح المشاركون ضرورة تعزيز فعاليات مماثلة لنقل التاريخ المجيد لبطولات المرأة الإريترية إلى الجيل القادم، وينبغي إجراء حملات مستمرة في المناطق الريفية والنائية للحد من الممارسات الضارة. وفي الوقت نفسه أقيمت أنشطة صيانة وتنظيف للشوارع بمدينة صنعاء بمناسبة يوم 8 من مارس يوم المرأة، حسب ما جاء في تقرير وكالة الأنباء إرينا. أهل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية ملقي 6 أسر محتاجة تم تحديدها من قبل الإدارات المحلية بالعجول والأغنام بمبلغ 10,000 نقفة لكل منها. وأوضح مدير المكتب السيد فقر سلاسي أماني أن البرنامج يعد استمرارا لبرنامج دعم ومساندة الأسر المحتاجة الذي ينفذ بين الحين والآخر. وأكدت العائلات إنها ستسعى إلى تحسين سبل عيشها من خلال الدعم المقدم. تقام أنشطة واسعة ضمن جهود الحفاظ على المياه والتربة بالتجهيزات المسبقة لموسم الخريف المقبل في عد جومبولو بمديرية قالا نفحي. وأفاد مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد هابت مريم أميناي أنه انجز في النفير الجماعي الذي يشارك فيه أكثر من 200 مواطن يوميا 23 كيلومترا من القنوات الحوضية حتى الآن. وأوضح أن النفير يشمل إنشاء القنوات الحوضية وتجهيز الحفر وتخصيبها لبرامج التشجير التي ستنفذ في موسم الخريف المقبل في 65 هكتار من الأراضي الزراعية. وأضافت الأنباء الواردة من وكالة إرينا أن أنشطة مماثلة تنفذ في عد طناف وسلع دعرو للحفاظ على المياه والتربة. حقق المتسابق الأولمبي هينوك مولو برهان متسابق المنتخب الإريتري للدراجات اليوم المركز الثالث في المرحلة الثالثة من طواف رواندا 17 للدراجات لعام 2025. وبفوز اليوم تمكن هينوك من تحسين موقعه من المركز العاشر إلى الخامس في المنافسة التي تجري للحصول على القميص الأصفر بفارق 10 ثوان عن المتصدر فابيان دوبي من توتال إنرجيز. وفاز برادي جيلمور من إسرائيل بالمرحلة الثالثة لطواف رواندا الذي يغطي مسافة 121.3 كيلومتر، بينما احتل يوئيل هابتاب من فريق بايك ايد الألماني المركز الثاني. وختم أعضاء المنتخب الوطني الإريتري سباق اليوم تسجيل عود كبروم المركز السادس عشر، ونهوم زرآي المركز التاسع عشر، وناتان مدهني المركز 22، ومتكل إيوب المركز 28. وبهذه النتائج تقدم المنتخب الإريتري ب4 مراكز ليحتل المركز الثاني متصدرا خلف فريق بايك ايد الألماني. ويذكر فوز المتسابق الأولمبي هينوك مولو برهان متسابق المنتخب الإريتري للدراجات بالمركز الأول في المرحلة الأولى من طواف رواندا في هذا العام. وسيتواصل غدا طواف رواندا 17 لعام 2025 بالمرحلة الرابعة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مع الأنباء العالمية.
على الصعيد العالمي، بحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأفادت الأنباء بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود ناقشا في واشنطن العلاقات الثنائية عامة والتعاون العسكري والأمني. وقيم اللقاء الصداقة التاريخية بين البلدين والتعاون في مجالات خاصة الدفاع والعمل الدبلوماسي والسلم العالمي، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية والعالمية خاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجيو لافاروف والمسؤولين الإيرانيين توافقت وجهات نظرهم حيال مختلف القضايا خلال محادثات جرت في طهران يوم أمس. وذكرت الوزارة في بيان أن لافاروف ناقش قضايا عديدة مع الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. وتوطدت العلاقات بين روسيا وإيران في السنوات الماضية، إذ دعمت طهران موسكو في حملتها العسكرية في أوكرانيا، ووقع الجانبان اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير كانون الثاني. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافاروف ناقش خلال زيارته مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك سوريا ولبنان وأفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقعت حكومة السنغال اتفاقا للسلام مع حركة القوات الديمقراطية في خطوة تعد تاريخية نحو إنهاء النزاع الطويل بمنطقة كازامانس الجنوبية. ويعتبر الاتفاق تحولا جوهريا في نزاع مستمر منذ عام 1982 أسفر عن العديد من الضحايا وأثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المنطقة. وقد تم توقيع الاتفاق في العاصمة بيساو بحضور ممثلين عن مختلف فصائل حركة القوات الديمقراطية في كازامانس والحكومة السنغالية. وتضمن الاتفاق وقف كامل لإطلاق النار، حيث تعهدت حركة القوات الديمقراطية في كازامانس بوقف كافة الأعمال العدائية، في حين تعهدت الحكومة السنغالية بتسهيل العودة الآمنة للمقاتلين السابقين والتمثيل السياسي للحركة في المؤسسات السياسية والهيئات الحكومية، بما في ذلك تسوية قضايا الحكم الذاتي بالمنطقة والتحفيز الاقتصادي بالاتفاق على مشاريع تنموية ضخمة في كازامانس بهدف إعادة بناء البنية التحتية وتأهيل المنطقة اقتصاديا بعد سنوات من الحرب. وتعرضت المنطقة لعمليات عسكرية واسعة النطاق، مما أسفر عن مئات القتلى والآلاف من المهاجرين، كما تأثرت الحياة الاقتصادية في كازامانس بشكل كبير بسبب تدمير البنية التحتية ووقف الأنشطة الزراعية التي تعد المصدر الرئيسي للعيش في المنطقة. نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. تنظيم منتدى تعليمي في حمل مالو. دعوة في مديرية هيكوتا لأصحاب البساتين للتركيز على تنمية الفاكهة. المتسابق هينوك مولو برهان يحتل المركز الثالث في المرحلة الثالثة بجولة رواندا. أمريكا والسعودية تبحثان الأوضاع في المنطقة. إعلان توافق بين روسيا وإيران بشأن مختلف القضايا. اتفاق سلام تاريخي ينهي الحرب في إقليم كازامانس السنغالي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.